علمت أخبار بالفيديو أنه تقرر وضع قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بزنزانة انفرادية بسجن عكاشة بعد مثوله اليوم الاثنين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما تم وضع زوجة البرلماني المقتول في زنزانة انفرادية بالمؤسسة السجنية عكاشة جناح النساء، بالإضافة إلى الوسيطة الثالثة في هذه القضية في الوقت الذي لا زال فيه البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن في انتظار إيقافه بموجب أمر قضائي دولي بإلقاء القبض عليه. وقد خلصت نتائج البحث في هذه القضية حسب تصريح للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أن الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني المسمى قيد حياته عبد اللطيف مرداس لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام. إذا أعجب